لو لقيته فاتح اونلاين مش بيرد على المسجات بتاعتك تتصرف ازاي في الوقت ده؟ هقول لك، بس يا ريت تعمل لي لايك وفولو وان انتوا توصلوني لاكبر عدد من الناس، لان انا معتمد عليكم، انتم جمهوري الوحيد. تمام؟ انا طالب منك حاجتين، جانب نظري وجانب عملي. الجانب النظري هو انك تكون في الوقت ده واثق من نفسك، بمعنى انك ما تستسلمش للافكار السلبيه اللي طبيعي جدا هتجيلك. زي مثلا هو مش بيرد عليا علشان هو بيكلم ناس تانيين، واللي يزود الموضوع سوء اكتر ان انت ممكن تكوني شاكه ان هو بيكلم حد من البدايه، فلما بتلاقيه فاتح اونلاين اكيد الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لك، انك مش عارفه هو بيكلمها ولا لا. وبالنسبه لموضوع الولاد برضو نفس الكلام. تاني حاجه، الشخص ده مثلا مل مني، ما بقاش يتكلم معايا زي الاول عشان انا شخص مش كافي. تالت فكره سلبيه، مثلا هو زعلان مني بس مش عايز يقول لي ليه. كميه افكار سلبيه لازم تجيلنا ونحس بيها لما احنا نبعت رساله لشخص وما يردش علينا. فانت لازم يكون عندك ثقه بالنفس، انك تبقى عارف نفسك كويس، انك تستاهل اللي قدامك يرد عليك على طول. ما تضعفش، ما تقولش لا ده انا اللي غلطان وانا اللي محتاجه. قاوم الافكار دي، لانك كلما هتقاوم الافكار دي هتقوي موقفك اكتر وهتخليك تعرف تتعامل معاه بطريقه احسن، لانه حتى لو رد عليك هتلاقي نفسك انت لسه المتلازمه جوه عقلك انك محتاجه علشان عايزه يهتم بيك، وده طبعا ما ينفعش. الجانب العملي بقى وده الاهم، هو انك على سبيل المثال بعت رسالتين، تمام، رسالتين بالعدد، ما ردش عليهم بقاله مثلا 5 ساعات، بقاله يوم، فنعمل حاجه بسيطه، نبعت له علامه استفهام جنبها علامه تعجب بس. الاحسن ان احنا ما نبعتش رسائل كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لان ده هيخلي الشخص يطمن ان انت بتحاول معاه كل يوم كل شويه، فيقول طب ما هو كده كده مستنيني ارد وقت ما انا ارد. لكن لما تبعت له زي ما بقول لك علامه استفهام علامه تعجب بس، هتخليه طول الوقت قاعد حاسس انك مش هتبعت تاني، وان انت هيكون ليك رد فعل مختلف لو هو راجع رد عليك. وهنا ده الذكاء، ان انت لما تبعت له الرسالتين دول ما تتوقعش منه رد، تقلل سقف توقعاتك، تدوس على قلبك شويه كده وتمسك نفسك وتاخده كتمرين يقوي عندك حاسه القوه وانك تقاوم الاحتياج اللي جواك علشان تعرف كويس تتعامل معاه بعدين. تمام؟ فانت هتبعت له المسجين دول، علامه الاستفهام والتعجب، وتسيبه. الذكاء بقى هنا وقت ما يرد عليك هو لازم تبين اسلوب مختلف، حتى لو كان كلامك طبيعي انك عادي بتتكلم معاه مفيش حاجه عادي، بس من جواك خليك تحس كده اللي هو ايه، لا انا مش ناسيها لك. تقلل الكلام شويه، تخلي الاسلوب مختلف فيه سنه غموض، بحيث ان هو يبقى عارف ان كل مره هيتجاهلك فيها مش هرد على الرسايل ويرجع يكلمك، انت هترد عليه عادي طبيعي بس الرد هيكون مختلف. خليه من جواه، دي حاجه انا بقول لك عليها نفسيا بتدفع الشخص ان هو يرد على الرسايل ويتكلم، لان انت طالما بتبعت رسائل على طول هيطمنه عادي كده كده هبعت زي ما انا عايز، بس لما تعمل كده هتجبره نفسيا ان هو